مرحبا وألف تحية من أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. في هذه الحلقة نطلعكم على قصص وحكايات مملوءة بالآثار، فمرحبا بكم في المتحف المصري بالقاهرة في برنامج آثار وحكايات. يعتبر المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط، يضم أكثر من 170 ألف قطعة أثرية، كما يحتوي على أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة بالعالم. ترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني. ويعتبر المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة هو أكبر وأعظم المتاحف في العالم. تم تخصيص هذا المبنى عام 1902 ميلاديا لعرض الآثار المصرية القديمة، وتأسس المتحف في عام 1857 ميلاديا، وتم افتتاحه للجمهور في عام 1902 ميلاديا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. ويضم المتحف مجموعة ضخمة ومتنوعة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك التحف الفرعونية والمومياوات والأدوات الأثرية والفسيفساء والألواح الكتابية والمجوهرات وغيرها. يعتبر المتحف وجهة سياحية رئيسية في مصر، ويجذب الآلاف من الزوار سنوياً. الملكة حتشبسوت موجودة بالمتحف المصري، اللي يعد صرح من صروح الآثار وعلم الآثار في وسط القاهرة بميدان التحرير. هذا المتحف الذي بني في سنة 1898 واستغرق بناؤه 3 سنوات. هذا المتحف الكبير مليء بالآثار وحقب تاريخية متعددة، مليئة من آثار من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور التاريخية ثم الدولة القديمة والوسطى والحديثة. مجموعة كبيرة جدا من الآثار إلى جانب مجموعات الجنازية المهمة، منها مجموعة توت عنخ آمون، مجموعة من مقبرة إمحوتب الثاني والملك تحتمس الثالث، مجموعة كبيرة جدا ضخمة من الجعارين والتوابيت والتماثيل، كلها مجموعة خاصة بالبردي، مجموعات البردي أيضا الموجودة بالمتحف المصري، ومجموعة أخرى من الأستراكة، كلها مجموعات خاصة بالمتحف المصري مليئة بالمعلومات الخاصة بالعصور التاريخية المختلفة التي تحكي تاريخ مصر القديمة وتاريخ الفراعنة الملوك الذين حكموا مصر في فترة 30 أسرة حاكمة ملكية تحكم مصر في هذه الفترة الطويلة. المتحف المصري بدأ فيه تطوير، في عملية تطوير منه لمجموعة كبيرة جدا من الآثار اللي سحبت وراحت إلى متحف المصري الكبير، ثم المتاحف أيضا أخرى زي متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة ومتحف كفر الشيخ. بدأنا نضع بعض خطة كبيرة مع معاونة من الاتحاد الأوروبي، مجموعة كبيرة من المتاحف، متحف اللوفر، متحف البريطاني، متحف برلين، ومتحف تورينو بإيطاليا، ومتحف لايدن في هولندا. مجموعة من المتاحف ساعدت المتحف المصري هنا لعملية تطوير وتحسين عملية وضع الآثار داخل الفاترين. بدأنا بعملية تطوير أجزاء معينة من المتحف على 3 مراحل. المرحلة الأولى بدأت من 2019، بدأنا في عملية تطوير جزء من عصر العصور ما قبل الأسرات، وأيضا فترة العصور الدولة العصور المتأخرة، وأيضا مجموعة تأنيث بالدور الثاني بالمتحف المصري. كلها بدأت في عملية التطوير، وذلك بسبب نقل عدد كبير من الآثار إلى متاحف أخرى موجودة خارج مصر أو خارج المتحف المصري بالتحرير. مجموعة كبيرة جدا من الآثار اللي نقلت إلى متاحف متحف مصر الكبير أو المتاحف الأخرى، جعل في جزء كبير جدا من الآثار الموجودة في بعض الفاترين بدأ ملئها بآثار أخرى لعملية تطوير في المتحف المصري ووضع آلية لتغيير وترتيب قطع أثرية أخرى داخل الفاترين للعرض.
من أهم القطع الموجودة في المتحف المصري واللي بتحكي تاريخ عصر الدولة الحديثة هي رأس الملكة حتشبسوت ملونة من تمثال ضخم للملكة حتشبسوت، واللي بنت معبد ضخم في منطقة الدير البحري، واللي حكمت مصر وتعتبر من أهم الشخصيات المرأة وقوة المرأة المصرية القديمة، إنها تحكم إمبراطورية كبيرة في عصرها. كان قبلها تحتمس الثالث ابن الملك تحتمس الثاني هو زوجها، وأيضا هي زوجة زوجة وابنة الملك تحتمس الأول. تزوجت تحتمس الثاني وكان يعني توفى، ثم جاء ابنه تحتمس الثالث أقصته لأنه كان صغير في السن، أقصته على العرش واستمرت تحكم مصر أكثر من 20 عام منفردة على العرش، وهي التي تدير دفة البلاد وسياسيا واقتصاديا. في العام الثامن من حكمها أرسلت رحلة إلى بلاد بونت اللي تعتبر الصومال، أو بعضها قال إن هي يمكن تكون بلاد إريتريا. بعتت حملة كبيرة جدا على مراكب ضخمة تجيب بعض المواد اللي كانت بتستخدم في عملية التحنيط، ومنها أيضا المواد العطرية والنباتات اللي زرعت أمام معبدها في الدير البحري في البر الغربي في الأقصر. معبدها معبد ضخم جدا، عملت عبارة عن 3 صفوف وأسقف مراحل من البناء، عليها صفة رسمت وصورت رحلة بلاد بونت على جانب الجدار الغربي موجود في معبد الدير البحري، بتصور عملية رحلة بلاد بونت. في بعض الأجزاء من هذه الرحلة موجودة بالمتحف المصري، بتصور ملكة بلاد بونت وزوجها الملك، وهم أيضا بيقدموا قرابين وبيعطوا هدايا وعطايا للبعثة المصرية التي ذهبت إلى هناك. وأيضا هناك أيضا منظر بيصور نقل على مراكب مسلات ضخمة للملكة حتشبسوت نقلت إلى معبد الكرنك، ولها أيضا مسلات موجودة في المعبد الكرنك إلى جانب أيضا لا نعرف تحديدا مقبرة للملكة حتشبسوت، لكن كان هناك مهندسا مشهورا في عصرها هو سننموت اللي بنى معبدها في الدير البحري، وصور يمكن جزء من اسمه على هذه المعبد على باب خلفي في المعبد نفسه. وكان أيضا يربي ربيبة هذه الملكة ابنتها الصغيرة، كان يربيها وصور مع هذه الابنة أكثر من مرة. وربما أنه بعض علماء المصريات اعتقد أنه كان زوجا لها، واستمر حكمها أكثر من 20 عاما حكمت فيها مصر. وبعدها لما حكم الملك تحتمس الثالث دمر كل تماثيلها ومسح كل أسمائها من على المعبد الدير البحري، وأيضا من أيضا تماثيلها دمرها تقريبا أغلبها، منها التمثال اللي فيه رأس متبقية منه موجودة هنا بالمتحف المصري، إلى جانب مجموعة تماثيل بتمثلها في أوضاع مختلفة زيها شكلها على شكل أبو الهول، أو أيضا في شكل تمثال لها بهيئة الفرعون، يعني تدي غطاء الرأس النمس والذقن المستعارة كأنها تحكم البلاد كأنها ملك. My name is Alexey Golovkin. I come to Egypt from Kazakhstan. My friends invited me to stay here. I have been to Sharm el-Sheikh, to Luxor, and now I am in Cairo. A very interesting country, beautiful sea, beaches. Also a lot of place to see, historical places. I mean, the tombs of pharaohs, museums, the temples, a lot. And the weather is quite nice. It's not really hot, not really cold, very comfortable to travel.
The cuisine is quite interesting, I find it. I really liked falafel, baba ganoush, and other dishes, and lots of different souvenirs. I personally bought oils and the menthol, crystallized menthol, but there's a lot of other things as well. So I suggest everyone who is interested in a mixture of leisure and visiting historical historical places to give the Egypt a try. Really worth it. I really suggest my friends and people who know me to give the Egypt a try, to see this country, to look for yourself. It's really worth seeing. Lots of interesting places, and this will be a stay that you won't forget. طبعا حتشبسوت ليها تماثيل كثيره جدا. الملكه حتشبسوت الغريب اللي لقينا كتير قوي من تماثيل الملكه حتشبسوت مصوره بهيئه الرجال. طب ليه مصوره بهيئه الرجال او بشكل رجال؟ هو وقتها كان المصري القديم لا يؤمن بان تكون او يكون الملك سيده او واحده ست، فعشان كده لقينا كتير قوي 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 من تماثيلها مصوره بهيئه الاول اللون غامق كبني غامق مش لون فاتح كعادات او تقاليد الفن في مصر القديمه، تصوير السيده بلون فاتح ابيض او لون بشره يعني حقيقه فاتحه واكثر بياضا، ولكن ليست اكثر سمارا او اكثر يعني تعرضا للشمس ولون غامق شويه زي ما بيحصل في تماثيل الرجال. الحاجه الثانيه اللي اكدت الكلام ده لقينا في ذقن مستعاره موجوده. طب هي ليه تلجأ لذلك؟ ليه لجأت اللي هي تصور على هيئه ابو الهول كتماثيل الملوك منذ بدايه تمثال ابو الهول الموجود في جبانه الجيزه من الاسره الرابعه الدوله القديمه؟ فلقينا هنا في الاسره الثامنه عشر دوله حديثه بتصور في هيئه ابو الهول. التماثيل موجوده والتمثال موجود بالمتحف المصري وهي رابضه، واتاكدنا من ده اللي هو تمثال خاص بها بوجود الخرطوش الخاص بالملكه حتشبسوت معت قراع، ولقينا طبعا بين وهي رابضه بين يعني القدمين واسفل الراس موجود وهي ترتدي النمس والذقن المستعار. ليها تماثيل كثيره حتشبسوت ايوه مصوره في هيئه الرجال ايوه. هي حتى قالت الكلام ده في مناظر الدير البحري في حقيقه لمعبد الملكه حتشبسوت ومناظر الولاده المقدسه اللي موجوده هناك، اللي جت وهي تقول وهي تولد وان والدها هو امون رع وليس تحتمس الاول، وكذلك ان والدها نفسه امون رع المعبود امون رع هو من قال ان حتشبسوت ابنتي سوف تحكم عرش مصر وسوف تحكم مصر. الغريب اللي احنا لقينا التماثيل دي معظمها مهشم، ده دلاله على اللي كان فيه مهشم قديما، في دلاله عن اللي فيه مشاكل، وهذه المشاكل ممكن ان تكون مشاكل سياسيه او اجتماعيه، ويعني على الارجح المشاكل اللي كانت موجوده وقتها بين الملكه حتشبسوت والملك تحتمس الثالث من بعدها وفي اثناء حكمها وهو طفل بعد ان يعني حقيقه تولى الحكم بعدها. في مومياء الملكه حتشبسوت لم نجد اسمها عليها، استدلنا عليها من الادله الاثريه والادله العلميه، وذلك عندما وجدنا ضرس موجود في صندوق من الخشب مكتوب عليه هذا الضرس، وجزء من جسم الملكه حتشبسوت احشائها موجود في هذا الصندوق، وهذا الضرس مكتوب على الخرطوش من خارج
الصندوق الخشبي. هذا الضرس ليه معد قرع نفس اسم الملكة، ووجدنا في مومياء ملكة قصيرة القامة وهي موجودة فداخل فمها بعد عمل الفحوص لها وجدنا مكان ضرس مخلوع، وهذا الضرس المخلوع له 3 أماكن أو 3 جذور يثبت منها في الهيكل العظمي. وجدنا جذر واحد موجود والجذرين الآخران مخلوعان مع الضرس، ونفس هذا الضرس الموجود في الصندوق الخشبي موجود بالفعل في جذر مكسور وجذرين موجودين فيه، دلالة اللي هو مش بتاع حد تاني، وعند تطابق بينهم فهو بالفعل من هذا المكان ومخلوع من هذا المكان. واستدلنا على مومياء هذه الملكة الهامة الملكة حتشبسوت. وكذلك لها أعمال كثيرة هامة ومنها رحلة بونت، وهذه رحلة مصورة على معبد الدير البحر الملكة حتشبسوت. وفي نفس الوقت بعض هذه المناظر موجودة بالمتحف المصري وحاليا معروضة في معرض العطور، سوف نجده يعني نراه مصورا، وبه ملك بونت أو حاكم بونت ومعه زوجته حاكمة بونت، ومصورين في هيئتها التي صورها المصري القديم بصورة كاريكاتيرية جميلة جدا وأوضح ما بها، وهي كانت ثمينة جدا وممتلئة، وصورها في شكل يعني حقيقة يعني حقيقي وواقعي. وظهرت كذلك في كثير من المناظر بعد ذلك، حتى سكتش موجود على استراقة من الاستراقات من الحجر الجيري مرسومة بطريقة كاريكاتيرية بسيطة جدا وخطوط بسيطة، وهي مصورة بنفس الهيئة الخاصة بملكة بونت أو زوجة حاكم بونت. Hi, my name is Vincent DeMarco. I'm from Colorado, USA. This is my first time here in Egypt. We actually started our trip for our honeymoon. My wife and I, we started our trip in Aswan. We made our way up to Luxor, and now we are here in an amazing city of Cairo. We have seen the Karnak Temple, the Luxor Temple, the pyramids of Giza, the Sphinx. Everything's been so beautiful, so wonderful. The people of Egypt are so welcoming. They've been so accommodating to everything that we need. It's been a really great experience. The Egyptian food here has been wonderful. We've had kofta, kosheri, pita, and hummus, wonderful vegetables and fruits. We are taking home a beautiful, beautiful painting on papyrus, an original paper made here in Egypt. My message to everyone back home and around the world is please come visit Egypt. It's a wonderful place. It's very safe, very accommodating. People are warm and welcoming. We can't wait to come back. We have plans to come back to try to visit more parts like Alexandria. ومن داخل المتحف المصري بالقاهرة، والذي يضم مجموعة كبيرة من التحف الفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية، ويعتبر واحدا من أهم المتاحف الأثرية في العالم، كانت حلقتنا اليوم. فإلى لقاء جديد في حلقات متنوعة وحكايات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.